الاهلي هيقابل صن داونز النهارده، العقده الازليه للاهلي النهارده. كولر عمنا كولر هيعمل ايه؟ هيعاند وهيفضل برضه ما يلعبش علي معلول وما يلعبش نجوم الفريق ويفضل في عناده، ويفضل صن داونز على ارضه على ملعبه وسط جمهوره راكب دايما وسايق في الملعب ده. ليه؟ لأن آخر المواجهات كارثية، آخر المواجهات قاتلة، آخر المواجهات مستفزة. أنت الصن داونز ده أكبر عقدة للأهلي في أفريقيا بالكامل. الصن داونز يتخطى جميع الفرق بالنسبة للعقدة اللي موجودة للأهلي. احنا الأهلي اتقابل 16 مرة، 16 مرة مع مين؟ مع صن داونز. خد 5 فوز، 5 فوز 6 تعادل، يبقى بالظبط 50% هنا 50% هنا، مفيش جديد. فادي الاهلي وادي صن داونز. صن داونز على ملعبه في اخر 5 مواجهات مع الاهلي، الاهلي اتعادل معاه مرتين واتهزم 3 مرات. كولر هيعمل ايه النهارده؟ هيستمر في عناده ولا هيلعب حاجه حلوه؟ اللي حلو لعبه، اللي تعبان خرجه، اللي حلو يلعب، اللي تعبان يخرج. موضوع مش عالم، الموضوع خد وهات. الموضوع مين اللي هيفيد الفريق في ارض الملعب. انما هي الموضوع مش علي معلول انا مش عايزه، لا الاهلي تقدر تسيبه. طب والله خدوه بقى وريني، ابلعوا واشرب ميتي. يعني ايه ابلع واشرب ميتي؟ يعني ايه واحد تقيل وحلو وجميل وزي الفل وعشرة على عشرة ما تلعبوش وتلعب ناس تانية اقل؟ تقدر تثبت النظرية بتاعتك دي لو على شرط، لو حاطط واحد احلى، لو حاطط واحد افضل، حاطط واحد اقوى. انما عندك الدفاع برضو للعلم. اخر 5 مواجهات الاهلي استقبل 9 اهداف على الملعب ده، استقبل 9 اهداف وجاب 4 اهداف بس. تخيل 4 اهداف في 5 ماتشات، 4 اهداف في 5 ماتشات. كان في نتيجة كارثية كده في 2023 5-2، 5-2 2023 كان في 5-2 الاهلي اتهزمهم على الملعب ده. قول لنا رايك في التعليقات، انت متوقع ايه اللي هيحصل النهارده وايه اللي هيتم؟ وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب.